بتبدأ القصة بعد 4 سنين من الجزء الأول اللي هتلاقوا لينك الملخص بتاعه في أول تعليق أو الوصف. وبنشوف بويكا اللي بعد ما جورج كسر له رجله وسابه زي الوحش المجروح مش قادر يقف على رجله حتى، بس كانوا فاكرين إن دي نهايته، ولكن اللي جاي سواد على الكل. بس قبل كل ده خلينا نرجع مكان موقفنا، وبيكون بويكا في سجن وشكله بقى غريب ومتبهدل وشعره طويل جدا، وبيشتغل في الحمامات بتاعة السجن. وبنعرف إنه ساب الملاكمة بسبب الإصابة اللي في رجله، وجاجا اتخلى عنه وشاف ملاكم تاني غيره علشان يكسبوا المراهنات. وكمان المأمور بيبلغوا ان طلب اللي مقدمه لتخفيف الحكم اترفض، وممنوع يقف قدام المحكمة قبل 15 سنة سجن. وفي يوم بيشوفوا جاجا وهو بيمسح الارض وبيتضايق علشانه، وبعدها بيدخل له زنزانته وبيشوفه هو بيحاول يعالج رجله، وبيعرض عليه ينقله لسجن تاني احسن وشغل افضل. لكن بويكا بيرفض وبيطلب منه يرجعه للملاكمة من تاني. وساعتها جاجا بيتريق عليه وبيعرفوا انه مستحيل يكسب بسبب اصابة رجله، لانه لحد دلوقتي بيمشي يعرج وصعب يكون رهان كسبان ليه. وبيتضايق بويكا من كلامه وبيسكت. وتاني يوم بيكون في ماتش للملاكم الجديد فلاديمير، وبيعلنوا قبل الماتش ان المسابقة العالمية للملاكمة هتبدأ، واللي هيكسب في الماتش ده هيتأهل ليها، والمسابقة دي اللي هيفوز بيها هيكسب حريته من السجن. وبيبدأ الماتش وفلاديمير بيكسب بسهولة بسبب قوته ومهارته في القتال، وبيتم اعلانه الفائز والمتأهل للمنافسة العالمية. وفي الوقت ده بيكون بويكا موجود بعد ما رجع لشكله الطبيعي وحلق شعره، وبيكون متابع الماتش من اوله. وساعتها بيرمي مية على فلاديمير وبيتحدى في قتال، وبتحاول الشرطة تهجم على بويكا وتطلعه بره، لكن بيصمم على طلبه وبيطلب انه يدخل ماتش مع فلاديمير. وساعتها جاجا بيوافق وبيستعد بويكا للقتال، وبيحاول فلاديمير يهجم على بويكا ويضربه، لكن بويكا بيتفاداه بكل سهولة وبيضربه بلكمات عنيفة وبيوقعوا بره الحلبة، وبيكسب الماتش بكل سهولة. وبيعلنوا انه الفائز في المباراة والمتأهل للمسابقة العالمية. وتاني يوم بينقلوه لسجن تاني على حدود جورجيا، وده المكان اللي هتتعمل فيه المسابقة. وهناك بيتعرف على كل المساجين اللي داخلين معاه المسابقة، وبيعرف ان كلهم من دول مختلفة. وبيتعرف على راؤول من كولومبيا وجونز من امريكا، والحراس بيوزعوهم على الزنازين وبيعرفوهم ان هم هيشتغلوا في كسر الحجارة، وليهم تدريب ساعة واحدة بس في اليوم. والتاني يوم بيتنقلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وبيشتكي جونز من الشغل لانه جاي قاتل مش يشتغل. فبيتضايق منه بويكا وبيطلب منه يشتغل وهو ساكت، وبيبداوا يتخانقوا وبيهجموا على بعض، لكن الحراس بيمنعوهم وبيطلبوا منهم يركزوا في شغلهم. وساعتها جونز بيلاحظ ان راؤول ملاكم الكولومبي الوحيد اللي ما بيشتغلش وقاعد مرتاح تحت شمسية وبيقرا كتاب. وبيستغرب جونز وبيسأل الحراس بس محدش بيرد عليه. وبعد يومين بتبدأ المنافسة، واول ماتش بيدخل الملاكم البرازيلي وبيكون سريع جدا في ضرباته ومسيطر على الماتش كله وبيقدر يكسب بكل سهولة. وتاني ماتش بيدخل جونز الامريكي وبيفرض سيطرته وبيقدر يكسب بفضل مهارته القتالية العالية. والماتش التالت بيكون بويكا والملاكم الفرنسي، وبيهجم بويكا على الملاكم بعنف وبيضربوا لكمات قوية وبيوقعوا على الارض، لكن الخصم بيقاوم وبتدور بينهم معركة شرسة لحد ما بيضربوا بويكا في صدره وبيوقعوا على الارض وبيكسب الماتش، وبيكون المتأهل الثالث للنصف النهائي. والماتش الرابع بيكون بين راؤول الكولومبي والكوري، وبرغم ان الكوري بيكون سريع جدا ولكن مهارة وقوة راؤول في اللعب خلوه يكسب، ولحد دلوقتي هو افضل ملاكم في كل الموجودين حتى بويكا. وتاني يوم بيرحلوا الملاكمين الخسرانين علشان يرجعوهم للسجون من تاني، وبينزلوهم على حدود جورجيا. وساعتها الحراس بيهجموا على الملاكمين وبيضربوهم بالرصاص وبيقتلوهم. وبنعرف ان البطولة دي سرية واي حد يخرج منها لازم يموت. وفي نفس الوقت بيكون بويكا وزمايله بيشتغلوا، وبيبدأ جونز يضايقه ويفهمه انه اقوى منه وهيقابله في النهاية ويكسبه. وبيتضايق بويكا وبيضربه في وشه وبيطلب منه يسكت. وساعتها جونز بيقوم وبيرد له الضربة وبتبدأ المعركة ما بينهم وبيضربوا بعض بعنف، وبويكا بيطلع عصبيته عليه وبيوقعوا على الارض. وساعتها الحراس بيتدخلوا وبيبعدوهم عن بعض وبيرجعوهم للسجن وبيعاقبوهم وبيحبسوا كل واحد فيهم في سجن انفرادي ضيق جدا، وبيكونوا جنب بعض. وبيحاول جونز يتكلم مع بويكا علشان يسلي نفسه لانه مخنوق في الزنزانة، بس بويكا ما بيردش عليه لانه بيتألم من رجله. وتاني يوم بيخرجوهم من السجن الانفرادي علشان يقابلوا المتعهدين بتوعهم، والمتعهدين دول يا صديقي بيكونوا هم الناس اللي جابوا الملاكمين لهنا، وبيكون كل ملاكم بيكون مسؤول من المتعهد بتاعه. وساعتها بويكا وجونز بيشتكوا للمتعهدين انهم مش عارفين يتدربوا
بيتدربوا وبيشتغلوا اوقات طويله وبيعاملوهم باسلوب وحش، فبيتضايقوا المتعهدين وبيروحوا يتخانقوا مع المأمور لانهم حاطين فلوس على المقاتلين ولازم يتدربوا كويس علشان يعرفوا يكسبوا الماتشات. وفجأة بيدخل عليهم الرئيس رايزو اللي بيكون منظم المسابقة كلها وبيعرفهم ان المنافسة محسومة لصالح راؤول الملاكم الكولومبي لانه اكتر واحد شاطر فيهم، والخطة انهم يتعبوا باقي الملاكمين ويضايقوهم علشان يخسروا الماتشات، وبيقولوا له من الافضل ليهم ان هم يراهنوا على راؤول لانه هو الوحيد اللي هيكسب، فبيقتنعوا بكلامه وبيوافقوا وبيمشوا. وتاني يوم بينقلوا المساجين لمكان الشغل من غير ما يفطروا حتى، وكمان ما بيلاقوش وقت يتدربوا، وبيشتكي جونز لبويكا انهم كده اكيد هيخسروا، فبينصحوا بويكا انهم يستغلوا الشغل ويعتبروه تدريب، وبيبداوا يلعبوا ضغط وبينقلوا الحجاره بطريقه منظمه ويتدربوا عن طريق كسر الاحجار وبيساعدوا بعض. لكن فجاه بويكا رجله بتوجعه، وساعتها جونز بياخد اعشاب من الارض وبيديها لبويكا وبيطلب منه يطحنها لما يرجع للسجن ويحطها على ركبته في المكان اللي بيوجعه علشان الالم يخف. ومن باب الفضول بويكا بيسال جونز عن هدفه في المسابقه، وبيعرفوا جونز ان عنده ولد وبنت وحلمه انه يكسب ويخرج لهم، وبيسال بويكا عن هدفه وبيفهمه بويكا ان ربنا اداله موهبه وهو استغلها طول حياته وعاش عمره في التدريبات، ودي الفرصه الوحيده اللي قدامه علشان يشكر ربنا على موهبته القويه اللي اداها له، وهو هيقدر يشكره بانه يكسب ويكون افضل ملاكم في العالم. وساعتها بيضحك جونز عليه من باب السخريه وبيعرفه انه برضه هو مش منافس سهل، ولما يقابله في النهائيات هينتصر عليه. وتاني يوم بتبدا ماتشات النص نهائي، وماتش بويكا بيكون اول واحد مع الملاكم البرازيلي، وبتدور بينهم معركه شرسه، وبيكون بويكا هو القوه والبرازيلي هو السرعه، فبيضربوا بعض بعنف لحد ما بويكا بيضربه بلكمه في وشه وبيكسر له اسنانه، وبعدها بيلف رجله حوالين رقبته وبيوقعه وبيفضل يخنق فيه لحد ما الملاكم البرازيلي بيستسلم، وبيكسب بويكا الماتش كالعاده. وبعدها بينقلوا الملاكم من السجن وبيقتلوه زي كل اللي خسروا قبله. وتاني يوم بيخاف الرئيس رايزو والمأمور من قوه بويكا وجونز لان كده خطتهم هتفشل، وساعتها بيضايقوا جونز والحراس بتهجم عليه وبتضربه بعنف بالعصيان لحد ما بينهار من الالم، وكل ده بدون اي سبب، وبيتحبس في زنزانته من غير ما حتى الدكتور يكشف عليه. وبعدها بتستمر التدريبات بين بويكا وراؤول لحد ما بيقاوم جونز وبيقدر ان هو يقوم من تاني ويرجع يتدرب من تاني، لكن بيتألم بسبب حالته، وبويكا بيلاحظ لكن ما بيقدرش يساعده. وتاني يوم وهم في الشغل بويكا بينصح جونز انه يلحق نفسه ويهرب لانه مستحيل يكسب الماتش الجاي، بس جونز بيرفض وبيعرفه انه حتى لو خسر هيرجع للسجن من تاني والموضوع هينتهي، بس هو مش خسران حاجه، بس هيبقى حارب بشرفه ويظهر قدام نفسه ان هو ما استسلمش. وساعتها بيدخل مسجون معاهم بيوزع عليهم الميه وبيعرفوا ان اللي بيخسر ما بيرجعش للسجن تاني وبيختفي للابد، وفي شكوك ان الضباط بيقتلوه، فبيخاف جونز اكتر وبيوافق على كلام بويكا، وبيحاول بويكا انه يكسر الكلبشات عشان يهرب جونز، لكن واحد من الحراس بيشوفهم وبينادي باقي الحراس وبيهجموا عليهم، وساعتها بيضرب بويكا واحد منهم وبيرميه على الاحجار، وبيهجم جونز على تاني وبيضربه لكمات عنيفه في وشه وبينتقم منه لانه كان واحد من اللي ضربوه في السجن، لكن في 2 ضباط تانيين بيهجموا عليه وبيضربوه بالعصيان، فبيدافع عنه بويكا وبيسحبهم بعيد عن جونز وبيضربهم وبيسرق من واحد فيهم المفاتيح وبيضرب باقي الضباط وبيفك الكلبشات بسرعه لجونز وبيخليه يهرب. وساعتها ظابط بيشوف جونز وبيضرب عليه نار وبيحاول يقتله، ولما بيشوف بويكا الظابط بيحدفه بحجر وبيجي في وشه وبيقع وبيقدر جونز يهرب منهم. وساعتها في ضباط بتهجم على بويكا وبيضربوه بالسلاح في وشه وبيقع مغمى عليه، وبعدها بيفوق بويكا بيلاقي نفسه مربوط وقدامه المأمور والرئيس براوز، فبيطلب بويكا انه يقابل جاجا، وساعتها بيتفاجأ بيه واقف قدامه وبيفهمه انه عارف كل اللي بيحصل له وموافق بيه لان رهانه بقى على لاعب تاني اقوى منه، وبيتضايق بويكا من كلامه وبيعرفه انه هيندم على خيانته ليه. وتاني يوم بيكون ميعاد الماتش اللي انا وانت يا عزيزي مستنيينه من اول الفيلم، وهو النهائي المميت بين بويكا وراؤول. واحد منهم هيطلع ويشوف النور والتاني هيونس اصحابه في القبور، وكل المراهنات بتكون على الملاكم الكولومبي القوي راؤول، وبتبدأ المعركة وكل واحد فيهم بيلعب بكل قوته ومهارته، وبيكون راؤول متفوق على بويكا بسبب تفاديه ضرباته وسرعة بويكا، وبيحاول بويكا يهاجمه ويضربه بعنف وبيحاول يوقعه، بس راؤول بيزقه وبيقوم بكل سهولة وبيضربه لكمة في وشه وبيكسر له اسنانه وبيكون خلاص هيستسلم، بس بويكا بيقوم وبيحاول يهجم على راؤول من تاني، بس راؤول بيكون عارف نقطة ضعف بويكا وهي رجله المكسورة، فبيمسكه من رجله وبيلفها وبيحاول انه يكسر
وبيكسرها له، وساعتها بيتقلب بويكا بس بيقوم من تاني وهو بيعرج وبيحاول يضرب راؤول، وساعتها راؤول بيهجم عليه بعنف وبيضربه لكمات قويه لحد ما بيوقعه تاني، بس بويكا ما بيستسلمش وبيقوم من تاني، بس راؤول بيضربه تاني وبيوقعه بره الحلبه، وساعتها كله بيحتفل وبيكون الحكم خلاص هيعلن انتصار راؤول ويفوز بالماتش. بس بيفتكر بويكا كل اللي حصل له في السجن الفتره اللي فاتت وشغله في الحمامات وكل حاجه عملها علشان يوصل لهنا. وقتها بيقوم وبيربط قماشه على رجله وبيرجع للحلبه من تاني وبيهجم على راؤول وبيضربه الاولى في الثانيه والضربه الثالثه بيوقعه على الارض، وبيفضل يضربه لحد ما بيبدا راؤول ينهار وينزف دم، بس بيحاول يقوم ويستغل نقطه ضعف بويكا ويضربه في رجله، وساعتها بيصد بويكا الضربه وبيضرب راؤول في رجله وبيكسرها له وبيصيبه بنفس اصابته، وبيخسر راؤول وبيكسب بويكا الماتش النهائي. وبيتخانق المتعاهدين مع الرئيس براوز لانه خسرهم كل فلوسهم، وفي نفس اليوم بيروح واحد من المتعاهدين للمأمور وبيصوب بسلاح عليه وبيحاول يقتله، وفجأة بيدخل عليه الرئيس براوز والمساعد بتاعه وبيحاول المتعاهد يضرب الاتنين بالنار. وقتها المأمور بيستغل الفرصة وبيضرب المتعاهد بالمسدس في ظهره وبيموت، وبعدها بيرجع بويكا للسجن وهو مستعد للخروج، بس المأمور بيعرفه انهم ما قدروش يلاقوا جونز، وبما ان هو المسؤول عن هروبه يبقى مش هيقدروا يدوله الجايزة ويفرجوا عنه وهيرجع للسجن بتاعه تاني. يا فرحة ما تمت. وتاني يوم الضباط بيرحلوه وبينزلوه على الحدود وبيهجموا عليه وبيصوبوا عليه سلاح وبيكونوا خلاص هيقتلوه، ولكن فجأة بيظهر جونز وبيضربهم بالرصاص كلهم وبيقتلهم وبياخد بويكا وبيركبوا عربية وبيتصدم بويكا بجاجا راكب معاه، وبعدها بيديله جاجا شنطة فيها فلوس وبيعرفوا ان ده نصيبه لانه راهن عليه هو لانه كان متأكد ان هو اللي هيكسب. وساعتها بياخد بويكا الفلوس وبيطلب منهم ينزلوه في الطريق، وساعتها جونز بيشكره على اللي عمله معاه وبيتفقوا يتقابلوا تاني علشان بينهم ماتش ملاكمة لسه مكملش. وبيمشي جونز مع جاجا بالعربية وبيتحرك بويكا وهو مبسوط انه اخيرا حر وهيرجع لبلده، وبيكون شبه يا صديقي وانا راجع لاهلي في اخر يوم امتحانات. فيحذر بقى ونخش على الجزء التاني. المهم ان بعد 6 سنين بنشوف بويكا في حلبة ملاكمة في اوكرانيا تحت الارض وبيقاتل في ماتش قانوني تبع نادي قومي، وبيدخل مباراة ورا التانية ومسابقات مع اقوى المقاتلين ومفيش ماتش بيخسروه، لكن ملقاش التحدي اللي يليق بيه. وبعدها بنشوفه في مباراة وماسك الخصم تخبيط بدون اي رحمة، ولكمة من ايده مش كفاية بس لكمة من رجله بتقدر تخلص الماتش وبيكسب بكل سهولة. بس بويكا بيزهق لانه مش بيلاقي ند ليه وبيزهق من كسب الماتشات بكل سهولة ونفسه يلاقي ملاكم يشبع رغبته في القتال. وبعدها بنروح لسجن شورنيا اللي كان فيه بويكا قبل كده، وبيظهر انهم بعد ما بويكا مشي جابوا وحش بشري علشان يكون البطل الجديد، وبيجيبوا له مقاتلين من اقوى السجون في العالم، ولكن الوحش ده من خطورته بيكونوا مركبين له سلاسل ومكلبشينه زي الكلاب المفترسة وبيفكوا له السلاسل وبيدخل الماتش وبيكون واضح ضخامته قصاد الملاكم التاني. وبرغم ان الملاكم ده بيعرف يصمد حبة حلوين، ولكن الوحش بيقدر ان هو يمسكه وبيرفعه لفوق وبينزل بيه على الارض وبيفضل يكسر جمجمته ومش بيسيبه غير لما بيخلص عليه. ومن هنا بنعرف المقاتل اللي هيشبع رغبة بويكا في القتال واللي هيكون بينهم ماتش مميت بمعنى الكلمة، وهتعرف كده في نهاية الفيديو. وبعدها بيروح بويكا الكنيسة وبيتبرع بصندوق مليان اكل ولبس للمحتاجين، والقسيس بيشكره على مجهوده معاهم وانه ليه فضل كبير في بناء الكنيسة، وبيطلب منه يبعد عن الملاكمة لان ربنا مش هيتقبل منه الخير اللي بيعمله بسبب ضربه للناس. لكن بويكا ما بيقتنعش وبيفهمه ان موهبته دي هبة من عند ربنا ولو اتخلى عنها يبقى بيغضب ربنا. وفي نفس اليوم بيجيله المتعاهد بتاعه وبيعرفه ان في مسابقة دولية لبطولة في اوروبا في بودابست وبتكون هتتعمل قريب، وكل اللي مطلوب منه يدخل ماتش ودي ويكسبه علشان مكتشف المواهب يشوفه ويختاروا للمنافسة. فبيفرح بويكا وبيوافق بدون اي تردد. وتاني يوم بيكون ميعاد الماتش وبويكا بيكون متحمس جدا لانه بدأ يحقق حلمه اللي هو الاشتراك في منافسة قانونية زي دي لانها هتخلي العالم كله يتكلم عنه. وبيبدأ الماتش مع فيكتور وهو ملاكم روسي وبتدور بينهم معركة شرسة بسبب قوتهم هما الاتنين، وبيهجم بويكا على فيكتور بلكمات وركلات عنيفة لدرجة انه بيحاول يكسر له دراعه.
وساعتها المتعاهدين التانيين بياخدوا بالهم من مهارة بويكا وبيعجبوا بيه، وفيكتور بيرد لبويكا ضرباته وبيهجم عليه وبيضربه بعنف، بس بويكا بيتفادى ضرباته وبيضربه لحد ما بيكسر له اسنانه وبيوقعه على الارض، وبيكون الماتش هيخلص ويعلن انتصار بويكا. وفجأة فيكتور بيقوم وبيحاول يضربه برجله وينتصر عليه، وساعتها بويكا بيضرب الضربة القاضية وبيوقعه وبيكسب الماتش وبيتأهل لمسابقة اوروبا. وبعدها المتعاهد بيجيب له نصيبه من الماتش وبيعرفه انه هيسافر بودابست في خلال اسبوعين علشان يلحق يشترك في البطولة. وفي نفس اليوم بالليل وهو خارج من النادي ومروح بيشوف الاسعاف وهم شايلين فيكتور وخارجين بيه وبيعرفوه ان حالته حرجة وعنده ارتجاج في المخ، فبيتضايق بويكا انه كان السبب في اللي حصل له. ولما بيروح بيفضل طول الليل يفكر في اللي هو عمله وبيفضل يحلم بكوابيس بسبب فيكتور. وتاني يوم بيروح للمتعاهد وبيسأله على فيكتور، والمتعاهد بيعرفه انه مات. وساعتها بيتصدم بويكا وبيطلب منه يديله حاجة فيكتور اللي كانت في الخزانة علشان يطمن لو عنده زوجة او اولاد، وفعلا بيلاقيه انه متجوز وكان كاتب رسالة حب لمراته علشان يبعتها لها على بال ما يرجع. وبيطلب بويكا من المتعاهد يجيب له باسبور مزور علشان يدخل روسيا ويروح يطمن على مرات فيكتور. ولما بيرفض المتعاهد بيهجم عليه بويكا وبيحاول يضربه، فبيضطر يوافق المتعاهد بس بيحذره انه لازم يرجع قبل ميعاد السفر والا فرصة البطولة هتروح عليه وهيخسر كل حاجة. وفي الوقت ده بتكون ألما مرات فيكتور في جنازة جوزها، وبيجي لها واحد اسمه زوراب، وده بيكون راجل عصابات مدين فيكتور بمبلغ كبير وجاي علشان يطلب منها دين وبيهددها بالقتل لو ما دفعتش الفلوس. وبتضطر ألما تطلب منه تشتغل عنده مقابل الفلوس اللي عليها، وبيوافق وبيعرض عليها تشتغل جرسونة في الملهى الليلي بتاعه. وتاني يوم بيسافر بويكا بالباص زي ما نصحه المتعاهد بانه يسافر بالاتوبيسات المحلية علشان نقط التفتيش ما بتبقاش كتير عليها وسهل يدخل روسيا من غير ما حد يقبض عليه. وفي نفس اليوم بيوصل للمكان اللي ساكنة فيه ألما وهو مركز ترفيه للأطفال، وبيقف من بعيد وبيبص عليها وهي بتلعب مع الأطفال وبتعاملهم بحب. وفجأة بتيجي عربية فيها حراس وبتاخدها وبتمشي، وساعتها بيسأل الأمن على مكانها وبيعرف إنها بتشتغل في الملهى وبيروح لها هناك. وهناك بيعرف إن في الملهى ده بيتلعب ماتشات غير قانونية برضه، واللي بيكون مسيطر على الماتشات دي واحد اسمه إيجو، وبيكون هو بطل الملهى وبيكسب أي ماتش يدخله. وبنرجع لبويكا اللي بيدور على ألما وبيلاقيها وبيحاول يتكلم معاها، لكن الحراس بياخدوا بالهم وبيطلعوه بره وبيطردوه وبيعرفوه إن ألما دلوقتي خص الرئيس زوراب ومش مسموح لحد يتكلم معاها. لكن بويكا بيصمم وبيعرفهم إنه هيسألها على حاجة ويمشي، وساعتها الحراس بيهجموا عليه وبيحاولوا يضربوه، وبويكا بيدافع عن نفسه وبيضربهم وبيوقعهم على الأرض. ولما واحد فيهم بيصوب بسلاح ناحيته بياخده منه وبيضرب الحارس وبيفضي المسدس من الرصاص وبيرميه. ووقتها بيجي زوراب وبيقول لبويكا انه لو محتاج يقول لألما حاجه يقولها له هو وهو هيوصلها لها لانها دلوقتي ملكه وما بيسمحش لحد يكلمها، وبيفهمه انه لو قرب منها تاني هيتقتل. لكن بويكا ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيروح لها المركز بتاعها والامن بيحاول يمنعه، فبيضربوا بويكا لكمه في وشه وبيقع مغمى عليه، وبيدخل يديها الجواب بتاع فيكتور وبيفهمها انه كان معاه في القتال الاخير وانه كان المنافس ضده، وبيحاول يديها مكسبه في الماتش. لكن بترفض ألما تاخد الفلوس وبتعرفه انها مش مسامحاه وبتطرده، وبيتضايق بويكا من اللي حصل. وبعدها بيروح لزوراب بالملهى بتاعه وبيعرض عليه يشتغل لحسابه، وبيعرف بويكا انه بينظم قتالات في الملهى وبيطلب منه يحرر ألما، وفي المقابل هيلعب 3 ماتشات لحسابه. وبيوافق زوراب وبيعرفه انه مش هيحررها الا لما بويكا يتصل على البطل بتاعه اللي هيلعبه في اخر مباراة لو عرف يوصل لها، وهتكون المباريات بقوانين زوراب. وبيتفق مع بويكا على كده، وبيسأله بويكا على مكان يتدرب فيه وبيوصف له زوراب مكان صالة تدريب قريبة. وبعدها بيخرج وبيكلم المتعاهد وبيعرفه انه هيتأخر وهيقعد مدة اكبر في روسيا. وتاني يوم وهو رايح التدريب بيقابل ألما وبتتخانق معاه انه اتفق مع زوراب على القتال علشانها وانها مستحيل تقبل عرض زي ده. وبويكا بيعرفها انه مش هيتنازل عن قراره الا لما يحررها ويسدد دينها لزوراب، وبيسيبها وبيمشي وبيروح للنادي اللي هيتدرب فيه. وهناك في واحد بيضايقه وبيطلب منه ما يتدربش على كيس الملاكمة بتاعه، فبيتعصب بويكا وما بيترددش ان هو يضربه وبيوقعه على الارض، وده بيعمل لهم كارت ارهاب علشان محدش يقرب له تاني. وتاني يوم بيجي ميعاد اول ماتش وبيبدأ بويكا الملاكمة وبيهجم على المنافس وبيضربه لكمات قوية بعنف
بعنف لحد ما بيقع المنافس على الارض. وبيعرف بويكا ساعتها ان قوانين زوراب في الملاكمه ان الخسران لازم يموت، ولكن بويكا بيرفض يكمل عليه ويكون السبب في موته، فبيسيب المنافس وبينتهي الماتش بانتصار بويكا. وبعدها بتكلمه ألما وبتعرفه انه مش مضطر يعمل كده علشانها، لكن هو بيرفض وبيسألها عن مكان ممكن يتدرب فيه غير النادي اللي راحوا واتخانق فيه. وساعتها بتقترح عليه ألما يتدرب عندها في المركز وفي المكان اللي فيكتور كان بيتدرب فيه. وبيروح هناك وألما بتعرفه على الأوضة وبيبدأ يتدرب، واثناء تدريبه بتيجي الأطفال وبتقعد تتفرج عليه. ولما ألما بتيجي علشان تمشيهم بيطلب منها انها تسيبهم يتفرجوا. وتاني يوم بيجي ميعاد الماتش تاني وبيتصدم بويكا ان المنافس اللي هيقابله هما 2 اخوات، فبيضطر يوافق لان المباراة بقوانين زوراب. وبيبدأ الماتش والاتنين بيهجموا عليه وبيحاولوا يضربوه، وبيكون واحد بيضربه من ظهره وواحد من وشه، ولكن بويكا بيحاول يركز وبيبدأ يواجههم بقوة وبتدور بينهم معركة شرسة، وبيحاول يضرب الاتنين بأي شكل. وفي وسط القتال واحد فيهم بيضربه بعنف في ظهره وبيتصاب بويكا، لكن بيقاوم وبيكمل الماتش. وبيفضل يضرب الاول برجله والتاني بايده، وبيضرب لكمه من هنا ولكمه من هنا، وبيضربهم لحد ما بيكسر اسنان واحد وبيوقع التاني على الارض، وبيكسب الماتش بكل فخر. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف زوراب بيتفق مع مأمور السجن انه يجيب له الملاكم كوشار، وهو اقوى ملاكم موجود في روسيا كلها ومحدش بيقدر يواجهه، لدرجه ان هما بيلبسوه ماسك حديد ودايما بيربطوه بكلبشات بسبب عنفه. وبيكون ده يا صديقي نفس الملاكم اللي شفناه بيطحن خصمه في سجن شورنيا. وزوراب بيكون عاوز يعمل كده لانه عرف ان بويكا ملاكم مش سهل ومن اقوى المقاتلين المحترفين وكمان مطلوب للعداله في روسيا، ولكن المأمور بيرفض وبيعرفه ان ده خطر، فبيعرض عليه زوراب مبلغ كبير ومقابل ان هو يجيبه له، وكمان هيسلمه بويكا علشان يرجعه السجن، يعني صفقه يا بلاش بالنسبه للمأمور. وساعتها بيوافق المأمور وبيوعده يجيب له كوشار في الماتش الاخير. وبالليل بيكون بويكا في المركز بيتدرب وهو بيتألم بسبب اصابه ظهره اللي عملها له التوأم، وبتيجي ألما وبتجيب له مرهم وبتساعده وبتدهن له ظهره علشان يخف. وساعتها بتطلب منه يمشي وما يكملش الاتفاق، لكن بويكا بيرفض وبيعرفها انه مش هيمشي الا لما تسيب روسيا هي كمان ويطمن عليها بعيد عن زوراب. لكن ألما بتتضايق من كلامه وبتعرفه انه مركز الترفيه ده كان حلمها هي وفيكتور واخيرا بدأ يتحقق، ومش هتقدر تسيبه لانها الامل للاطفال اللي بيربوهم علشان يعيشوا حياة كويسة، والا هيطلعوا مجرمين ورجالة عصابات. وتاني يوم الصبح بيتصل المتعهد ببويكا وبيعرفه انه حجز له تذكرة في نفس اليوم الساعة 10 ولازم يلحقها والا المسابقة هتروح عليه، فبيعرفه انه هيخلص الماتش اللي عنده ويروح له على طول. وبالليل بيكون الماتش الاخير وبيواجه بويكا الملاكم ايجو، اشهر ملاكم في المدينة والكارت الكسبان لزوراب. وبيبدأ الماتش وبيكون ايجو عنيف مع بويكا لانه غيران منه بسبب انتصاراته، وبيهجم على بويكا وبيضربه بقوة وبويكا بيرد له ضرباته بعنف لحد ما بيضربه ايجو في ظهره في نفس اصابة الماتش اللي فات، فبينهار بويكا من الالم وما بيكونش قادر يقوم، ولكن بيحاول علشان ألما، وبيقدر ان هو يقوم ويهجم على ايجو وبيضربه بقوة وبينط في الهواء وبيسدد له لكمة مميتة، وبيقع ايجو على الارض وبيقدر بويكا انه يكسب الماتش. وساعتها بيخرج بويكا وبيطلب من زوراب ينفذ اتفاقه، ولكن زوراب بيرفض وبيفهمه ان اتفاقهم لسه ما خلصش لانه ما نفذش شرط انه يهزم البطل بتاعه وهو كوشار، ولو ما وافقش هتفضل ألما ملكه. فبيتضايق بويكا وبيتهمه بالخيانة بس بيضطر يوافق علشان ألما. وبيتصل بويكا بالمتعهد يتأكد منه بميعاد الرحلة وبيبلغه انه هيحاول يلحقها وبيرجع بسرعة للحلبة علشان يقابل كوشار. واول ما بيدخل كوشار الكل بيخاف من منظره وبيفك السلاسل وبيدخل الحلبة وبتبدأ المباراة، وبيتصدم بويكا من قوته وبيحاول يضربه بكل الطرق، بس كوشار بيكون قوي وعنيف جدا وبيهجم على بويكا وبيضربه بعنف لحد ما بيوقعه على الارض، لكن بيحاول بويكا يقاوم لانه بكده هيخسر. وبيشوف ألما وهي متضايقة وخايفة، فده بيديله جرعة حماس وبيقوم من تاني وبيهاجم كوشار، وبتدور بينهم معركة شرسة وبيضرب كوشار بكل قوته وبيكسر له اسنانه وبيوقعه على الارض وبيلف رجله حوالين رقبته وبيكسر دراعه، وفي الاخر بيضربه ركلة عنيفة وبيوقعه بره الحلبة وبيكسب بويكا الماتش. وساعتها بيشاور زوراب لرجالته انه يهجموا على بويكا ويضربوه بالعصيان، لكن بويكا بيقف قدامهم وبيواجههم وبيضربهم كلهم وبيحاول يلحق ألما لان زوراب خطفها، بس فجأة بيضربه واحد من رجالة زوراب بالرصاص في كتفه وبيقع في الارض وبياخد سلاح موجود على الارض وبيقتل الراجل اللي ضرب عليه نار بيه. وبعدها بيروح لزوراب وبيلاقيه مصوب بالسلاح ناحية ألما وبيهدد بويكا بقتلها، وساعتها
بتعضه ألما في ايده فبيسيبها، وبيستغل بويكا الفرصة وبيهجم على زراب، ولكن زراب بدون تردد بيضرب على بويكا الرصاص وبيتصاب بويكا في بطنه بكذا طلقة، ولكن بيقاوم وبيهجم على زراب وبيفضل يضرب فيه وبيخنقه لحد ما بيخلص عليه، وبعدها بينهار من الألم وبتحاول ألما تساعده وبتطلب منه يقوم بسرعة قبل ما الشرطة تيجي، لكن بويكا ما بيقدرش وبيطلب منها تعرفه انها سامحته، بس قبل ما ترد عليه الشرطة بتيجي وبيقبضوا عليه وبيرجع بويكا لسجن من تاني. وبعد 6 شهور بنشوف ألما بتزوره في سجن وبتعرفه انها مسامحاه وبتوري له رسومات الاطفال اللي رسموها له لما كانوا بيتفرجوا عليه وهو بيتدرب في المركز، وبتشكره ان رجع لها حريتها من تاني، وساعتها بيفرح بويكا وبيرتاح نفسيا وبيرجع للملاكمة من تاني جوه السجن، وبيدرك ان ده مكانه ودي موهبته اللي اتكتبت عليه، وبيرجع علشان يكون البطل اللي محدش بيقدر يقف قصاده، وبيخلص الفيلم. بس ده ما يمنعش ان انا عملت لك قناة بنزل عليها فيديوهات مجمعة، فاللي بيحب الفيديوهات الطويلة يروح يشترك هناك، وده ما يمنعش برضو انك تشترك هنا وتفعل زر الجرس ولايك كمان لو الفيديو عجبك. وبس كان معاك مندو، صلى على النبي والسلام.